السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبايبي في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا النهاردة هعمل لكم وصفة طبعا اتطلبت مني كتير خالص، ودي اللي هي المخروطة. انا هعمل العجينة دي هعمل بيها كذا حاجة وهوريها لكم، بس دلوقتي انا هعمل لكم العجينة وبعدين هوريكم المخروطة بتتعمل ازاي. المقادير بتاعتها ده طبعا دقيق قمح، دقيق بلدي اللي انتوا شايفينه دوت. هنحط عليه دقيق فينو اللي هو الدقيق اللي بيتباع في السوبر ماركت اللي هو العادي ده اهو، وميه عاديه من الحنفيه تخليها دافيه من براحتك يعني، وحبه ملح، يعني لا فيها خميره ولا فيها اي شيء. انا هعمل العجينه دلوقتي وهوريها لكم، خليكم معي. بص احنا هنحط الدقيق دلوقتي اللي هو احنا هنعمل العجينه كلها، وبعد كده هنقسمها كذا طريقه. يعني الطريقه الاولى اللي هنعملها اللي هي العجين. هنعمل العجين هنخلط دقيق بلدي على دقيق فينو على دقيق قمح اللي عندك، يعني اللي متوفر عندك. يعني لو دقيق بلدي عادي، لو دقيق فينو عادي، اللي متوفر عندك. بس لما تخلطيها يبقى طبعا هتبقى الطعم بتاعه كويس، هيبقى العجينة نفسها ملسة وكويسة. هتشوف الطريقة دلوقتي بعد ما هنعجنها، هتخليها بطريقة مش لا هي سايبة خالص ولا هي تخينة عشان تعرفي تنشبيها. وبعد ما هخلص العجين ده اهو هوريكم ايه الطريقة بالظبط. اهو يا جماعة عملنا العجينة اهي لحد ما بقت بالشكل ده، يعني تمسكيها كده ما تشبكش في ايدك كده اهو خالص، اتملكت خالص كده بقت بالشكل ده. انا عملت الكمية دي طبعا، دي هنعمل منها كذا حاجة. هنعمل منها المخروطة اللي انتوا طلبتوها مني، وهنعمل لكم منها فطير ابيض اللي هو فطير الصينية. دي هتشوفوا الطريقة قدامكم. هنعمل لكم الفطيرة الاول بتاعت المخروطة، وبعد كده اي حاجة تانية هوريها لكم برضو كده. خليكم معايا واديني هوريكم كل حاجة. التاني طبعا يا حبايبي ادي هو العجين اللي احنا عملناه كله، الكميه دي كلها عشان احنا طبعا عيله كبيره يعني، والعيال كتير وتحب الطريقه اللي بنحب نعمل منها كتير يعني. فاحنا ناخد حته كده اهو نفس الحجم ده كده اهو، ونحطها في الدقيق كده اهو، وندب بيها وهنعملها بالنشابه. النشابه دي طبعا انتوا ما تعرفوش يعني ايه النشابه، عندكم بطريقه واحنا عندنا بطريقه تانية. النشابه هوريها لكم انا هي بالطريقه دي. هنفضل نفرد بيها كده اهو، نفرد دي طريقه بتتباع في السوق يعني، او يعني باي طريقه نشابه عنديك يعني. فانت هتشوف دلوقتي هننشف بيها وهوريكم الطريقه. كده بالطريقه دي هننشف كده لحد الحته الصغيره اللي انتوا شايفينها دي ما تعبي الطبليه كلها. وبالطريقه دي هتشوفيها، وبعد كده هنوريها لكم خطوه خطوه. تفضلي تعملي فيها بالشكل ده لحد ما هتشوف الحته الصغيره دي هتملى مكان كبير خالص خالص، هتخليها رهيفه خالص، وبعد كده تستخدميها. الطريقه دي تعملي منها الفطير، تعملي منها الفطير اللي هو الابيض اللي بنعمله زي الرقاق، تعملي منها المخروطه، تعملي فيها منها برضو حاجات كتيره خالص. في حاجه اسمها عندنا المصفط، بس ده انتوا عندكم بتسموه فطير، اللي بتاكلوه باللبن تحشيه بالجبنه، الحاجات زي كده. لكن هو النوع ده بتتعمل منه كل الطريقه اللي انت بتشوفيها. هتفضلي تفردي فيها بالطريقه دي لحد ما هوريها لك ازاي الكبر بتاعها هتملى الطبليه دي كلها، يعني هتبقى حجم كبير خالص وهتشوفيه بنفسك. خليكي معايا. يا حبايبي الفطيره بقت بالشكل ده. شوفوا الحجم بتاعها، هيبقى السمك بتاعها كده اهو، وهوريكم بعد كده اللي هنعملها ازاي. بص كده هنلفها كده اهو اهي، بص كده ادينا لفناها، نسحب البتاع منيها كده اهو تبقى بالشكل ده. هنرش عليها دقيق من فوق كده عشان تعرفي تعملي فيها براحتك. هتشوفي الطريقه اللي هنتصرف فيها. بصي هتقطعيها كده حتت صغيره خالص بالدقيق بتاعها اللي انت رشتيه كله، وبرضو لحد ما تخلص العجينه كلها. احنا فردناها زي ما شفتيها مفروده، وطبعا هنقطعها كده بالسكينه، وهتشوفي برضو كل حاجه يعني اول باول هتشوفيها من الالف للياء، من الاول للاخر. هتفضل تقطع كده شرايح رفيعه خالص بالشكل ده لحد ما تخلص الكميه كلها بتاعه العجين. وخليكي معايا برضو هوريكي بقيه الطريقه ازاي. بعد ما قطعنا كل العجينه بالشكل ده، بقت بالشكل ده. بص كده الطبقات حوالين البتاع دي هنرش عليها دقيق كده اهو ونفركها. بص كده تفركيها كده بالدقيق كده، وتخليها
يعني تفوتيها، يعني تفرديها من بعضها، ما تخليش اي حاجه فيها شبكه. ودي طبعا دي يعني مش هقول لك سنه، عشان اي سنه بتقبل عن رسول الله. دي كانت ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، كانت الصحابه والايام الرسول كان الاكل المفضل ليهم اللي هو الاكل اللي بالطريقه دي. ما كانش حاجه تتعمل خالص، اللي هي الاكلات ام السمنه والدهون دي ما كانتش خالص موجوده ايام الرسول. بالطريقه دي اللي هنعملها بالشكل ده. وبعد ما هنعملها كده هنكون حاطين حله ميه على النار بتغلي الميه، ونحط العجينه دي بنفس الطريقه كده في الميه اللي مغليه، وهنشوفها برضو معاكم. وبرضو خليكم معاي، انا اديني هوريها لكم اول باول، خليكم معاي. طبعا بعد احنا ما قطعنا اللي شفتوها بالطريقه دي وعملناها بالشكل ده، حطينا عليه شويه دقيق كده، يعني تيجي معلقه بس، معلقه بالظبط، ونحطوه في الغربال بالشكل ده. شوفي تعملي فيه ازاي، تفضلي تتبلي فيه كده بايدك وترفعي فيه، تخلي الدقيق يتشرب فيه خالص عشان ما يمسكش في بعضه. وبعدين الغربال دوت بس كده نحلل الدقيق كله، ننخله، يعني هينزل الدقيق ويفضل المخروطه دي بس. هنحلل الدقيق كله وتفضلش غير المخروطه دي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنحطها على كده في ميه مغليه على النار، هتشوفوها بنفسكم. وتعالوا معايا برضو هوريها لكم. طبعا الميه اهي بتغلي اهي، هنحط لها حبه ملح صغيره، يعني زي ربع معلقه ملح. وهنحط نفس العجين اللي انتوا شفتوه ده اللي عملناه قدامكم في الميه المغليه. شوف بقت ازاي. هتفضل تقلبي كده اهو، ما تخلوش يمسك في بعضه، عشان طبعا ده انت هتعمليه باللبن، ولبن وسكر او لبن وعسل نحل، الطريقه اللي تحبي تحلي بيها بالطريقه دي. طبعا الميه تكون بتغلي، تفضلي تقلبي فيه بالشكل ده، ما تخلوش يمسك في بعضه. هو اول ما هتحطيه هيمسك في يعني هيشد، مش هيسيح مثلا او يتخلط يبقى عجينه، لا يشد في نفسه زي ما كنا بتسلقي مكرونه بالظبط. شوفي ازاي، شفت مكرونه الاسباجيتي زي كده بالطريقه دي. هتشوفيه بنفسك يعني هتسيبيه زي كده قيمه 5 دقايق او 10 دقايق. وبعد كده هتشوف الطريقه اللي هنعملها ازاي. خليكي معايا برضو. بمجرد ما يغلي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده اهو، بس كده خلاص هو بيفور كده. اول ما تلقي فور خلاص ما فيش ولا حاجه تانية. هتضيفي عليه اللبن بعد كده، هتضيفي عليه لبن وهتضيفي عليه سكر براحتك يعني. هتشوفي دلوقتي معايا بعد ما انت خلصتي يا دوبك شفتيه فرحه الجناب كده، هي طابت، لان هو اصلا هتحط عليه كميه لبن، كميه اللبن اللي انت ايه شفتيها دي. وبعد كده هتحط عليها السكر اللي انت عايزاه. عايزه تحلي بعسل برضو عشان تبقى الماده الغذائيه افضل براحتك. عايزه تحطي له سكر لحد على قد التحليه اللي انت بتحبيها، يعني مش مقدار معين. شوف السكر اللي انت هتحطيه زي كوبايه كده مثلا، هتحط الكوبايه كده على شوف انا عامله حله كبيره يعني حسب المقدار. اللي لو انت عملت الكميه دي مثلا شلتيها زي كده وعملت منها على قد ما انت عايزه كويس. لو معاك عيال صغيره مثلا تحب تاكل، هتحطي ايه، هتحطي انت المقدار على قد هتاخدي بعد كده وهتغرفيه في طواجه. طبعا هتدي دي وجبه غذائيه متكامله من كل شيء. فيها طبعا دوت ما فيهوش اي خمائر. العجين دوت اللي احنا عملناه قدامكم، الفطيره اللي عملناها زي اسمها دي مخروطه، شو ما فيهاش اي دهون. واللبن طبعا احنا نازعين الدسم منه، والسكر طبعا او يعني النوع اللي انت بتحبي تحلي بيه. هتغرفيه كده اهو في طبق على قد ما انت تحبي لعيالك، وتوكليهم منه او تتعشي منه تفطري منه. ده بصراحه ممتاز جدا 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 والله العظيم. هتدوقيه بصي منظره خطير خالص. ده مادته الغذائيه ممتازه جدا، ما فيهوش اي حاجات مثلا دهون زايده او كده. وهو تقدميه لاولادك، عايزه تحطي من فوق مكسرات براحتك، عايزه تحطي لها تكليب الطريقه دي برضو براحتك. دي اخر حاجه ليه، وان شاء الله يا رب تكليب الهنا باذن الله. وارجو ان يكون الفيديو ده افادكم، وتكون وصفاتي دايما خفيفه على قلبكم. وطبعا ما تنسيش تدعميني بالاشتراك واللايك، واستودعكم الله. ولسه دلوقتي هعمل لك فيديو تاني عن طريق الفطير اللي هو فطيره الصينيه، هتشوفيها بعينك دلوقتي من نفس العجينه اللي انت شفتيها دلوقتي. ما اطولش عليكم عشان نخدت من وقتكم كتير، بس اهو اخر المنظر الاخير اهو ليه. وان شاء الله يا رب يكون وصفتي بسيطه عليكم. ما تنسيش اشتراك ولايك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.